عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي افضل الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنقدموا هاد المعسلات او هاد الرغيفات، كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو مزيونين بزاف كفكره من الفكرات المعسلات د رمضان. كومو كيفاش ما كنقولوا عفوا، رمضان على ابواب. قلت نقدم معكم هاد المعسلات، واحد الفكره بحال لسان الطير بحال الشباكيه. هذا كيمشي مع داك الاتجاه هادو. قلت نبدا لكم دابا ننزل لكم هاد الوصفه هذه. يلا شوفوا الطريقه والمقادير. عندي هنايا الزبده، وعندي هنايا السكر كلاصي او السكر كلاص، وعندي هنايا واحد البيضه. حنا نبداو بالحشوه باش نخليها على جنب ونبداو في العجينه. عندي هنايا اللوز اولا النوى، ممسوح ومطحون وخضر ماشي مقلي. عندي هنا واحد كوتشاره كبيره د مايزينا اولا النشا، وعندي هنا قبيصه د مليحه، وعندي باني اولا بينيه. اللي عندكم، لا عندكم السكر عملوها، عندكم ديال هذه عملوها. عندي هنا الكاس ومخشيه فيها ديك البوش اولا المانغا. صافي هنايا الزبده كنحاول نخلط شويه الزبده لان الزبده كانت عندي شويه بارده، ما ساعدتنيش باش نطحنها مزيان. نتوما من الاحسن جبدوها وقيته قبل من النبيره باش ما تعذبكمش في التخليط ديالها. المهم انا غنبدا هنا بالزبده وموراها البيض، وغنخوي ديك الساعه نيتك المقادير اللي مجه. المهم اخر مرحله اللي غنخوي فيها السكر كلاصي واللوز، يعني هذوك اللي غنخليهم في الاخر. صافي انا نحاول نخلط مزيان، ولكن الا كانت عندكم الزبده سخونه راه ما يطرى لكمش بحال اللي غتبقاو بزاف كتخلطوا. الا كانت الزبده مجبوده من النبيره وقت طويل. صافي هنا خويت ديك المايزينا اولا النشا اللي عندي كوتشاره كبيره، وديك باني انا عندي هذا، وانتم لا عندكم هذاك السكر، ديك الساشي عملوه. صافي غنعمل ديك قبيصه مليحه وغنخلط. مي غادي نشوفهم بحال اللي بداو كيندمجوا. غادي نعملوا المقادير اللي مجه. صافي عندي باقي لي هنا جوج الحاجات، كاين السكر كلاصي وباقي لي النوى اللي هضرت معكم عليه. المقادير مضبوطه، غادي تجبروها ان شاء الله في صندوق الوصف. نقوزو انا بالعاني بغيت نسبق بالحشوه باش كتكون هيدا عندي ماشيه بالنظام. صافي غنحاول نخلط هادشي حتى ينسجم لي كلشي، يذوبوا ديك طريفه الزبيده اللي كتشوفوا في عينكم اللي كيبان لكم دابا، والمقادير اخرى تنسجم. صافي غنخلط مزيان وغادي نخويها في البوش. هانتوما كتشوفوا شتي كيفاش طلقت راسها، يعني الكرات ما بقاوش معايا. صافي غنخوي هنايا داك الخليط ديالي وغادي نخليه على جنب، وغادي نمشيو نشوفوا المقادير اللي ان شاء الله اللي مجه. حاولوا تبقاو معايا. صافي نخلي هنايا الحشوه ديالي عملتها ونخليها على جنب. نمشيو نشوفوا المقادير ديال العجينه. عندي هنا 450 ديال الطحين، وعندي هنايا باني، وعندي هنايا واحد طاس ديال دانون اولا الياغورت، وعندي كاس ديال الزيت وكاس الحليب. الزيت انا عندي الزيتون، ولكن نتوما يمكن لكم تعملوا نباتيه. وقبيصه مليحه، واحد كوتشاره السكر حبيبات، واحد ساشي ديال الخميره الحلويات. صافي هنايا الطريقه عاديه، يعني ما بقاش نعمل هنا حاجه بحاجه. غادي نعمل كلشي في دقه واحده. نعمل ديك الخميره ودوك المقادير اللي ذكرتها معكم في الاول كامله. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، وكنتمنى الناس اللي كتابعني كنتمناها تشجعني باللايكات وتخلي لي التعليقات زوينين اولا مزيونين فحالكم، لان كنشكر بزاف الناس اللي كتخلي لي التعاليق وكتعمل لي اللايك يعني ماشيه معايا فيما كنزل شي فيديو كتشاهدوا. وكنتمنى الناس اللي زعما كيشاهدوا الفيديو يبارطاجيو مع العائله ديالهم اولا الاصحاب ديالهم في المواقع الاجتماعيه. واللي تضم عنا جديد كنقول له مرحبا بك. ولا كنتي باقي ما عملتي شي ابوني، اعمل ابوني باش يوصلك الشعار ديال القناه فيما ننزل شي حاجه يوصلك الجديد ديالها. هنايا صافي خلطت داك المقادير كامله، والمقادير مضبوطه. غادي تجبروها صندوق الوصف. كنحاول ندلكها شويه، ولكن واخا عندلكها راه السمك ديالها اولا الوجه ديالها فحال هذا الشكل هذا راه ما كيجيش فحال المسمن، لا كيجي حيت فيها الزيت شويه، كاس الزيت. يعني 110 غرام د الزيت هي 110 غرام ديال الحليب و110 غرام ديال الياغورت، يعني نفس العبار عندهم. ولكن المقادير مضبوطه بحال اللي قلت لكم. انا غنخليها لكم في صندوق الوصف. صافي هنا كنحاول ندلكها شويه حتى كنحس بها انسجمت، وكنغوز باش نعمل الكويرات ديالي. انا هنا 450 ديال الطحين، غادي نحاول نقسمها على 4 ديال الكويرات اولا 4 د الكرات بحال اللي كتشوفوا معايا. كنحاول نعمل لهم بهذه الطريقه نشبرهم باش كنشوف العبر ديالهم واش قد اولا ماشي قد. وانتم لو بغيتوا تستعملوا هنا الميزان كتستعملوا هنايا الميزان.
هذاك الشيء كيبقى لكم نتوما، ولكن انا كنعمل هذا الشيء بحال اللي كنقول دائما، هذا الشيء كنعملو غير الدار، يعني كنعمل عيني ميزاني. بعض المرات كتخرج لي وحده كبيره وحده صغيره وحده متوسطه، ماشي مشكل لان كنعملو غير الدار، ما كنعملش الطلبيات زعما باش غنقول خصني نوزن. ولكن الناس اللي كتبغي تعمل داك الشيء هو هذاك، اولا كتعمل الطلبيات يعني توزن باش يجيها الحجم هو هذاك فحال فحال، ما تجيهاش مثلا وحده كبيره وحده صغيره. هانتوما كتشوفوا كنحاول نزول وحده ونزيد في وحده باش يجيوني الكويورات قد باش ملي يكونوا كنطلقوا ما يجيناش وحده كبيره وحده صغيره، باش يجيونا الحاشيه قد. هاد الرغيفات كيجيو مزيونين بزاف وكيجيو غزالين وكيجيو مقرملين. صافي هانتوما كتشوفوا يعني كنحاول نعملهم قد صافي. هنايا من بعد ما كنكورهم كنحاول نعوضهم وكنخليهم يرتاحوا هنايا 30 دقيقه اولا نص ساعه، يخليهم حتى يطلقوا راسهم شويه. ومن بعد نرجعوا نشوفوا المرحله اللي ما جا. كنتمنىكم تبقاو تشاهدوا الفيديو باش ما يفوتكم حتى شي حاجه. صافي هنايا غادي نخليهم يرتاحوا نص ساعه بحال اللي قلت لكم ونرجعوا. بالنسبه نهضر لكم شويه على الفران على بين ما نرجعوا. الفران كيكون سخون على 200 درجه وكندخلهم كيبقاو 5 دقائق 7 دقائق، ومن بعد كنقصوا لهم على 170 160 درجه. وبالكم عينكم ميزانكم، الا كان الفران ديالكم مجهد راه خصكم تنقصوا، الا كان عالي راه نتوما كل وحده وكتعرف الفران ديالها كيفاش عامل. هنا من بعد ما ارتاحوا معايا انا قزت هنايا عملت في الطبسيل اولا في داك الاناء، عملت المايزينا اولا النشا، وغادي نقوزو نطلقوا هاد الرغيفات ديالنا بالنشا. كيجيو مزيونين بزاف مرقين بزاف، كيجيو فنين. يعني قلت هذه فكره نعملها من الافكار باش نتوما تستعدوا ان شاء الله ونستعدوا كاملين رمضان ونشوفوا الشهوات رمضان. هذه شهوه من الشهوات ديالو، والله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وطول العمر يا ربي، ويهز علينا هذا الوباء ونرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه كنتمنوا يا ربي. هنايا هانتوما كتشوفوا كنعمل المايزينا اولا النشا. كنعمل كميه لا باس بها، ضروري فيما تكونوا كتطلقوا كتعملوا النشا باش ما تلصق لكم شي، اولا باش العجينه تجي لكم رقيقه، تجي لكم ترانسبارينتي اولا رقيقه، ما تجيكمش غليطه، باش ملي كتكونوا كتاكلوا ما كتحسوش بالغلطيه، كتجبروا داك الوريقات مقرملين فتيين رطبين صغارين. المهم صافي انا نستمر بهذه الطريقه. من بعد ما طلقت العجينات راه نتوما كيبان لكم كنصفهم حدايا وكنطلق اخرى كنشوفها تقريبا الكوبر ديالها كيكون كيشبه الوحده اخرى، باش كيجيو الحاشيات قد مساويين. ولكن حتى نفرضوا الا جاونا وحده صغيره وحده كبيره شويش معليش نجبدوها او نزيدو نطلقوها وماشي صافي. انا غنستمر بهذه الطريقه، هذه هي الاخرى. وغادي عملت هنا 4 الكويرات بحال اللي شفتوا اولا بحال اللي شاهدتوا معايا. هنا صافي من بعد ما طلقتهم، من بعد ما عملت 4 طلقتهم بهذه الطريقه. نتوما كتشوفوا كنحاول نطلقوا مزيان حتى كيرجعوا شفافين، ما كيبقاوش غلاضين. صافي نجوزو نعملوا الرولي والعجينه ديالنا. نتوما كتشوفوا كيفاش كنروليها بهذه الطريقه. صافي هنايا عملت واحد شويه الغلط. حاولوا نتوما ما تجوزوش من الغلط. كنت من هي في حاجات اخرين كان خصني نزول داك الزائد ديال النشا وما زولتوش بزاف، يعني بقى لي شويه لاصق. ولكن ماشي مشكل، انا كنقول لكم باش ما بغيتش نسكت ونخليها هكاك، لا كنقول لكم باش نتوما تعرفوها. دابا غنجوزو ندهنوا ديك الطريفات بالماء باش تلصقنا العجينه، باش في الساعه اللي نكونوا كنعمروهم اولا نكونوا كنطلقوهم ما يتفسخوناش. هاد مرحله مهمه، الا ما لصقتوش بالماء انا كنعمل غير بيدي، وانتم لا عندكم بانسو اولا شي حاجه لا عندكم بروتشا ولا شي حاجه باش دهنوا. صافي هنايا من بعد ما دهنتها نتوما كتشوفوا كنقطع 1 سنتيم اولا سنتيم ونص. نتوما هذاك الشيء كيبقى الذوق ديالكم، ماشي زعما انا عملتهم هكا. بغيتو كبارين كتعملوا كبارين، بغيتو صغارين كتعملوهم صغارين، ولكن انا كنظن اكثر من هكا ما يمكنش باش ما يجيوش كبارين بزاف. صافي هنايا قطعته وكنبدا نطلق بحال اللي كتشوفوا معايا، وكنحاول نطلق على الحاشيات، يعني في الوسط كنخليوها شويه غليظ باش ما كيتخرجناش العجينه، اولا باش ديك الحاشيات ملي كنجمعوهم كتجينا شي العجينه زايده على برا. صافي كنحاول نجمع هنايا الحاشيات، بشويه بشويه باش ما تخرجناش العجينه. صافي وكنعملوا الخبيزات بحال اللي كتشوفوا. انا كنحاول دابا نتقل باش نتوما توصل لكم الفكره. من بعد نبقى نزرب الكاميرا. هنا كنعملوا الصينيه ديالي اللي عاد تكون الفران. كنعمل له هنايا الزبده والزيت، ولكن الزبده اللي غلابه ماشي الزيت، يعني عملت الزبده اكثر من الزيت. عينكم ميزانكم، راه نتوما تبارك الله كتعرفوا. كنعمل كميه لا باس بها، وكنبدا الوحده اللي عملتها وكنزلها في ديك الصينيه اللي كتدخل للفرن. وواحد الحاجه مهمه هنايا انا ما عملتش الكاغد الزبده اولا الكاغد الفران. هنا عملت الصينيه هيداك باش حنايا ان شاء الله غادي نشوفوا. حاولوا تبقاو معايا الفيديو باش نشوفوا كيفاش غادي نعملوا لهم في الاخر
صافي كنستمر بهذه الطريقه. نتوما كتشوفوا كنعمل دوك الحشوه ديال اللوز اللي عملنا، كتجي مزيونه كتجي رائعه. ولكن الاختيار كيبقى لكم، بغيتوا تعملوا دوك الحشوه هذيك، بغيتوا ما تعملوهاش كتعملوا اي حاجه اخرى، مثلا كاوكاو، اولا تعملوا الجبن وتعملوا حتى الجبن. انا سبق لي عملته بالجبن والكركاع كيجيو غزالين. صافي انا دائما كنحاول نشد، ولكن الحاشيه ملي كنقول نجي نشد على داكشي كنجمعش العجينه بزاف باش ما يجيوني شي اغلاضين وعندهم العجينه من تحت، كنجمع شويه. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران كنسقيهم بشويه د العسل باش حيتاش حنا راه العجينه عندنا فيها كثره وحده د العسل. صافي حنا كيفاش ما شفتوا معايا، حنا عندنا الرغيفات معسلين كيجيو مزيونين، كيجيو فتيين وهشاشين ومرقين، كتجي كتاكلهم وكتحس بداك الشيء مقرمل، داك الشيء رقيق. زعما كنتمنىكم تجربوها، وإلا جربتوهم خليوها لي في صندوق في التعليق عفوا. هانتوما كتشوفوا النهايه ديال الوصفه ديال اليوم. نجوز نفتح معكم اولا نسمعكم الرغيفات ديالي من بعد ما طابوا وتعسلوا. شوفوا التقرمشه اللي فيهم، وشوفوا داك التعليكه اللي كتعلق. شوفوا من داخل كيفاش معلكين، كيجيو غزالين، كيجيو مزيونين بزاف. هانتوما كتشوفوهم. المهم كنقول لكم شكرا بزاف اللي كيعجبوهم الفيديوز ديالي، يعمل لي لايك ويخلي لي التعليق ويبارطاجي مع الاهل مع العائله ديالو والناس الجدادين. مرحبا بهم، كنقول لكم شكرا بزاف ومرحبا بكم داركم. ودابا جاو عندنا حتى التركوس راهم معنا في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم. ما عرفتش واش كتفهموا اللغه ديالي ولا لا، ولكن كنقول لكم داركم ومرحبا بكم. وكنتمنى القناه ديالنا تكبر. وشكرا بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله.